هو التستنج بيبدا بعد ما الكود ما بيخلص؟ ناس كتير شايفه انه دور التستر بيبدا بعد ما بيكون الكود خلص بالكامل، وكأن التستنج مرحله نهائيه في البايب لاين. لكن خليني افاجئك واقول لك ان التفكير بالطريقه دي بيودي لمشاكل ضخمه، باجز متاخره، تكاليف صيانه اعلى، وحتى البرودكتس دي بتخسر في السوق. في تقرير من IBM سيستم ساينس انستيتيوت وصلوا ان تكلفه تصليح الباجز بعد ما السوفت وير يطلع بتكون اعلى 6 مرات من مرحله الديفلوبمنت، وبتكون اعلى 15 مره من اصلاحه في مرحله الديزاين. كل ما بتكتشف المشكله متاخر التكلفه بتزيد بشكل مرعب. في شركه هيلث كير في امريكا في 2015 خسرت ملايين بسبب الموضوع ده. كان في نظام الكتروني لاداره المرضى كان مليان باجز، المشكله ان هم ما عملوش تيستنج مبكر لحد ما مرحله الديفلوبمنت تخلص. النتيجه ان هم اضطروا يسحبوا كل النظام ده ويعيدوه من اول وجديد. في المقابل في شركات زي جوجل ومايكروسوفت بتطبق الكونتينيوس تيستنج والشيفت ليفت تيستنج عشان تكتشف المشاكل دي بدري وتصلحها وهي لسه صغيره. متخيل ان الخطوره في الخرافه دي بتقلل البروسيس بتاعه التيستنج، بتتعامل معاه اكنه ستيب قبل الدليفري مش كانه جزء اساسي من دوره حياه السوفت وير. فاسلم حل انك تبدا التيستنج من اول ريكويرمنت جاذرنج مش بعد الكود. والكونتينيوس تيستنج كل كوميت جديد لازم يتعمل عليه تيستنج، وكمان تدمج التيستنج في الكالتشر، مش بس مسؤوليه التستر، هي مسؤوليه الفريق كله. فالخلاصه التيستنج مش مجرد بوابه خروج للمنتج، هي شبكه الامان اللي بتضمن ان المنتج يتبني صح من اول خطوه. فلو ما فهمناش ده هتفضل الشركات تدفع ملايين في باجز ممكن اصلا تتمنع من البدايه. فاعمل سيف للفيديو ده وشيره مع اصحابك عشان تفكرهم بدورهم كتستر وتصلح المفاهيم دي.